السلام عليكم. اليوم وصفة ديال الفول السوداني ولا الكاوكاو اللي حنا كنعرفو بطبيعة الحال. كناخدو الكاوكاو ديالنا كنحمروه، كنحيدو ليه الجلفة ديالو، كنطحنوه مزيان. عندنا الطحانة اللي هي كنطحنوه حتى كيولي كريمي، كنطحنو فيها. ما عندناش هاد الطريقة اللي درت انا كتجي رائعة. كنزيدو 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون بطبيعة الحال. الا كانت عندكم، ما عندكوش كديروا 2 ديال الزبدة، وكتعاودوا طحنوه حتى كيولي بحال هكذا كما كتشوفوا معايا. راه كيجي معلك وكيجي زوين. وكنضيف 1 معلقه صغيره ديال العسل، هذا الناس اللي ماشي ديابيتيك. الناس الديابيتيك يبعدوا بطبيعه الحال على العسل ولا السكر. وصافي كنخلطو مزيان داك العسل باش يتجانس، وكنديروه في واحد القريعه كما كتشوفوا معايا هنا. راه كيبقى لكم حتى لشهر شهرين، ما كيخسر ما والو، لان كلشي طبيعي، كلشي ديال الدار. وكنستعملوه بالصحه والراحه. كنتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش في لي كومونتير وفي لي جيم. وتعرفوا بان الوصفات ديالي راه كاملين موجودين عندنا في الدار، وصفات اللي هي سهله واقتصاديه. خليت لكم الهنا والراحه. ما تنساونيش في شي دعوات من عندكم. في امان الله.